نشرة أخبار التاسعة. عودة مجددا إليك إيمان ومحمد. شكرا لك بسام. إذا نبدأ النشرة بآخر تطورات الأوضاع في منطقة الجرجرات. انتقل فريق قناة ميديا ان تي في إلى المكان الذي تحصنت فيه عصابات قطاع الطرق التابعة لميليشيا البوليساريو من أجل منع الحركة التجارية والمدنية على مستوى الجرجرات. في هذه المراسلة يسلط الزميل النعمة ماء العينين الضوء بكاميرا فيصل بروش، يسلط الضوء على آثار ومخلفات هذه العصابات في المنطقة قبل أن تفر إثر التدخل المغربي الحاسم لاستعادة الحركة التجارية والمدنية والطمأنينة في المكان. نتابع مراسلة النعمة ماء العينين، كاميرا فيصل بروش. نحن نتواجد الآن بالمكان الذي كان يبني فيه شرذمة البوليساريو الخيام قبل أن يقوموا بحرقها والانطلاق إلى وجهاتهم. هنا كما تشاهدون خيمة قاموا بإحراقها بشكل كامل، يعني نشاهد آليات أواني كانوا يستعملونها للطهي وأشياء مثل ذلك. يوجد من النوع الخيام المحروقة أكثر من 10 خيام بهذا المكان، كما تشاهدون أواني إعداد شاي إلى آخره تركوها كما حالها، يعني عند تدخل الأمني السليم للقوات المسلحة الملكية. وكما نشاهد خلفي الآن خيمة أخرى، يعني كما نتابع الآن مجموعة من الخيم بهذا المكان الذي قاموا بإحراقها بشكل كامل قبل انطلاقهم إلى وجهاتهم إثر التدخل الأمني المغربي السلمي، حيث أنه لم يكن تدخلا عنيفا، كان تدخلا سلميا من أجل فك معبر الجرجرات في هذه المنطقة المغربية 100%. ونشاهد هنا كذلك خيمة أخرى، يعني قاموا بحرقها قبل انطلاقهم. وكما تشاهدون معي مجموعة من الأواني التي كانوا يستعملونها للطهي وأشياء شبه ذلك. كما تشاهدون الآن هنالك بعض أواني التغذية التي كانوا يستعملونها في هذا المكان، أواني شاي إلى آخره. هم قبل انطلاقهم قاموا بحرق هذا المخيم المتكون من أكثر من 10 خيام أو ما شابه ذلك. كما تشاهدون يعني هنا في أماكن مختلفة مجموعة من الخيام متفرقة، يعني كانوا يقومون بالاستقرار بها من أجل قطع هذا المعبر الحدودي الذي تم تأمين المرور به من خلال القوات المسلحة الملكية بقيادة الملك محمد السادس. يعني هذه الخيام استقروا بها لمدة حوالي 21 يوما في تجاوزات سافرة للقوانين الدولية ولهذه الأرض المغربية 100%. معبر حدودي يعبر المملكة المغربية بموريتانيا أثر بشكل سلبي على الحركة التجارية وانسيابية الحركة ما بين القطب الموريتاني والمملكة المغربية. لكن اليوم كما تشاهدون هنالك شاحنات قادمة من الضفة الموريتانية نحو الجرجرات، وكذلك علم مغربي مرفوع في هذه المنطقة العازلة يؤكد على وجود القوات المسلحة الملكية في هذا المكان لتأمين حركة العبور ما بين المملكة المغربية وموريتانيا. ومن الجانب الموريتاني من المعبر نتابع أجواء الوضع بعد التدخل المغربي من أجل استعادة الحركة التجارية والمدنية بين المغرب وموريتانيا. الأجواء ينقلها لنا مراسلنا الشيخان ولد سيدي من آخر نقطة في الحدود الموريتانية المغربية من المعبر. هنا أتواجد في آخر نقطة من الحدود الموريتانية، يتواجد خلفي وحدات من الجيش المغربي. هذه الوحدات كانت قد فكت حصار معبر الجرجرات قبل يومين، والآن أصبح المعبر يسير بحركية واضحة، حركية منسابة. الآن تشاهدون السيارات تقوم بإجراءاتها الطبيعية، وتقوم هذه السيارات بالعبور إلى الأراضي الموريتانية، كما تعبر سيارات أخرى من الأراضي الموريتانية باتجاه الأراضي المغربية. لا شك أنكم تعلمون أن هذه السيارات تمون الأسواق في موريتانيا وفي عدد كبير من الدول الإفريقية بالمنتوجات والبضائع القادمة من المملكة المغربية. الآن يمكن القول إن الأزمة في معبر الجرجرات قد تم حلها بالكامل، وأن المعبر
أصبحت الحركة فيه تسير بانسيابية تامة. نشاهد سائقون مهنيون مغاربة يعبرون إلى الأراضي المغربية، كما نشاهد أيضا سائقون مغاربة يعبرون إلى الأراضي الموريتانية ومن خلالها إلى عدد كبير من الدول الإفريقية التي يمونها هؤلاء السائقون بالمواد الأساسية الضرورية. وقد عبر مهنيو النقل الطرقي الدولي المغاربة والأجانب عن فرحتهم العارمة بعد إعادة فتح المركز الحدودي للجرجرات واستئناف حركة نقل البضائع والأشخاص بين المغرب وموريتانيا. وقد رصدت كاميرا ميديا NTV أجواء الفرح عند كل السائقين بعدما ساهم تدخل القوات المسلحة الملكية يوم الجمعة الماضي في طرد ميليشيات البوليساريو من المنطقة العازلة. عودة إلى موفدي ميديا NTV النعمة ماء العينين وفيصل أبروش. التعليق ليونس بركات. على هذا النحو بدأ محيط المعبر الحدودي الجرجرات، وهذه بقايا الخيام والإطارات المطاطية التي يضرم فيها الانفصاليون النار قبل تدخل القوات المسلحة الملكية يوم الجمعة الماضي من أجل وضع حد لاستفزازاتهم، فكان خيارهم الوحيد الهرب. وعلى هذا النحو استعادت منطقة الجرجرات إيقاعها العادي بعد إقامة حزام أمني بغرض تأمين تدفق السلع والأشخاص. الحمد لله اليوم كان نحتفلوا بالمرور ديالنا بالمعبر. اليوم كان سالم جدا وكانت الطريق سالمة، والحمد لله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وفضل بالقوات المسلحة الملكية وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. أنهى تدخل القوات المسلحة الملكية حالة الفوضى وأعاد البسمة إلى محيا السائقين المهنيين بعد أكثر من 3 أسابيع تحملوا فيها استفزازات الانفصاليين، في وقت نهجت فيه المملكة المغربية سياسة ضبط النفس وغلبت لغة الحوار مع منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي قبل التدخل. كيفاش دوزوا خويا السلام عليكم، احنا خويا فرحانين وكنشكروا جلالة الملك على هذا النصر هذا، والحمد لله بخير وعلى خير، وحنا راه فرحانين بهذا النصر هذا، وعايش الملك عايش الملك. والحمد لله من بعد تلقينا الخبر في نواكشوط، من تما فرحنا مع خوتنا الموريتانيين تما وجاو فرحوا معنا، قول لكم على سلامتكم، وجينا هنايا وكملنا الفرحه ديالنا، حيت كانت هذه المنطقه كانت كحله، كانت اين فوا كتدخل هنا اول حاجه قلبك كيتازم. علاش؟ حيت كان الكريساج وكان شله ديال الحوايج، كان اعتداء وكتمشي تشكي كاع ولا ما كاينش اللي ينصفك، ولكن الحمد لله دابا كل الامور ولات زينه. بإقامة حاجز أمني يكون معبر الجرجرات قد استرجع إيقاعه الطبيعي، كما تمكنت المملكة المغربية من فرض سيادتها على أراضيها وفق احترام للشرعية الدولية. أما السائقون فمن حقهم أن يتغنوا بعمل القوات المسلحة الملكية وأن يسعدوا بعملهم في أمن وسلام. إذن استعادت المنطقة العازلة للجرجرات هدوءها المعتاد، وعلى غرار الأمس بدا الوضع اليوم أيضا هادئا للغاية في هذه المنطقة العازلة البالغ طولها 3.8 كيلومتر والتي تفصل بين الحدود المغربية والموريتانية، وذلك بفضل الحزام الأمني الذي أقامته القوات المسلحة الملكية لمنع أي محاولة للتسلل إلى المنطقة من طرف قطاع الطرق القادمين من الحمادة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الزميل النعمة ماء العينين من المعبر الحدودي الجرجرات مباشرة. أهلا بك نعمة ماء العينين. مساء الخير محمد، ومساء الخير إيمان، ومساء الخير مشاهدينا الكرام. مساء الخير. إذن اليوم الثاني كيف كان في الجرجرات؟ في اليوم الثاني كما اليوم الأول حركة النقل بشكل انسيابي ما بين المملكة المغربية وموريتانيا. منذ صبيحة اليوم تابعنا جميع الأشغال والأحداث، توغلنا في المنطقة العازلة التي المعروفة بمنطقة قندهار.
في البداية كانت السلطات المحلية بجرافات قامت بتنظيف الطريق من مخلفات شرذمة البوليساريو من عجلات وبعض إطارات بعض السيارات المحروقة التي كانوا يستعملونها كحاجزا من أجل قطع طريق المعبر الحدودي القرقرات. ومن بعد ذلك قمنا بالتوغل داخل المنطقة قندهار المعروفة اختصارا بقندهار، وقمنا بالتجول إلى قرابة الحدود الموريتانية. الطريق مؤمنة وانسيابية حركية ما بين الطرفين، شاحنات من المغرب إلى موريتانيا ومن موريتانيا كذلك إلى المغرب. صادفنا العديد من سائقي الشاحنات الذين يؤمنون نقل الخضروات ونقل السلع من المملكة المغربية إلى موريتانيا والدول الإفريقية الأخرى. هنالك فرح كبير جدا عند الطرفين، عند السائقين الموريتانيين وعند المغاربة وعند بعض الأفارقة الذين صادفناهم والذين ثمنوا كثيرا هذه المبادرة القوات الملكية المسلحة من أجل تأمين هذا الخط الرابط تحت قيادة القائد الأعلى رئيس أركان الحرب العام للقوات المسلحة الملكية الملك محمد السادس. النعمة ماء العينين، طبعا تحدثنا عن تأمين المعبر وفتحه من جديد أمام السائقين وتابعنا تصريحات السائقين. ماذا عن المدنيين؟ هل كان هناك مدنيون عالقون بين المغرب وموريتانيا لم يتمكنوا من المرور من العبور طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية؟ ربما كانوا في زيارات لأسرهم في المغرب أو في موريتانيا، كذلك تمكنوا من العودة إلى الديار بعد فتح هذا المعبر. كما هو معروف على أن المملكة المغربية كباقي بلدان العالم تعاني من انتشار وباء كورونا بمختلف المناطق وهنالك إجراءات احترازية من المملكة المغربية. هنالك تنقل للشاحنات كما ذكرت في كل المراسلات، في حين أن الحركة المدنيين هنالك إجراءات معينة تتخذها السلطات المغربية من أجل مواكبة انتقال المدنيين سواء من الطرف المغربي أو من الطرف الموريتاني. شكرا أستاذ الزميلة النعمة ماء العينين. لا شك أن التوقف على مستوى معبر القرقرات لمدة تزيد على 3 أسابيع، لا شك أنه عند فتح المعبر مجددا بعد تدخل الحاسم للقوات المسلحة الملكية، لا شك أن الطلب على العبور هو أكثر سيزيد. هل هناك اكتظاظ؟ هل هناك صفوف طويلة للشاحنات التي تريد أن تعبر في الاتجاهين معا؟ كيف هو تدفق الشاحنات؟ كما هو معروف أستاذ محمد وكما هو معروف عند جميع المعابر العالمية هنالك ماسح ضوئي، ماسح ضوئي للجمارك. هنالك إجراءات مشددة في جميع المعابر الدولية. نلاحظ عدد كبير من الشاحنات، خصوصا وأن خبر عودة افتتاح معبر القرقرات جعل التجار من مدينة أكادير ومن الدار البيضاء ومن مراكش يرسلون شاحناتهم، وكذلك هنالك آخرون استقبلوا الشاحنات حتى تعود الحركة الاقتصادية من جديد. أشاهد أمامي الآن أكثر من 20 أو 40 شاحنة لنقل السلع ما بين المملكة المغربية وموريتانيا. وحتى اليوم عندما كنا في الجانب الموريتاني لاحظنا تواجد كبير للشاحنات القادمة من موريتانيا نحو المغرب. هنالك إجراءات لوجستيكية تشرف عليها مصالح الجمارك والقوات المسلحة الملكية وكذلك الدرك الملكي والأمن الوطني. هنالك مجموعة من الشاحنات، لكن السلطات تقف بشكل كبير جدا من أجل انسيابية الحركة، خاصة وأن هنالك من هؤلاء التجار الذي قضى أكثر من 3 أسابيع ينتظر فرصة العودة التي حققتها القوات المسلحة الملكية بقيادة الملك محمد السادس. وها هي الآن كما تشاهدون خلفي معبر القرقرات، هو معبر عادي عكس ما تروج له الوشايات الكاذبة والدعايات المغرضة التي لا تفي بالحقيقة شيئا. النعمة ماء العينين، طبعا التدخل المغربي أعاد الأمور إلى نصابها، وربما أكثر من ذلك هو حسن بشكل ملحوظ ولافت من ظروف تنقل الشاحنات والحركة التجارية بين المغرب وموريتانيا. ربما اليوم الشروط هي أفضل والظروف هي أأمن، وبالتالي لم تعد تلك المخاوف التي أثارتها عدد من الشهادات التي استقيتها في عين المكان، مخاوف من أعمال سرقة ونهب من قبل قطاع الطرق خارج سياق هذه الاستفزازات التي سجلت طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية. إيمان
وبكل صراحة هنالك أريحية كبيرة عند سائقي الشاحنات، خصوصا وأنهم يروا العلم المغربي مرفوع بمنطقة قندهار، المنطقة العازلة ما بين معبر القرقرات ومعبر النقطة الكيلومترية 55 بموريتانيا. هنالك فرح كبير، أمان بمشاهدة القوات المسلحة الملكية وحزامها الأمني من شمال من الواجهتين، من يمين المعبر ومن شماله، يعطي أريحية كبيرة للسائقين الذين يتنقلون بكل أريحية، سواء مغاربة سواء موريتانيين وسواء أفارقة. أقولها بكل صدق، التقينا واستقينا عددا كبيرا من التصريحات التي تجمع وتؤكد كلها على أنها مرتاحة أكثر مما مضى، لأنه كما كنا نعلم سابقا منذ سنوات شرذمة البوليساريو والعصابة يقومون بمناوشات على هذا الطريق، لكن أؤكد على أنهم اليوم لن يستطيعوا بوجود قواتنا المسلحة الباسلة وتأمينها لهذا الطريق الدولي، وهو شريان حياة يربط ما بين إفريقيا والمملكة المغربية. شكرا لك زميل النعمة ماء العينين، وللزميل فيصل أبروش من فريق ميديا ان تي في إلى القرقرات. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. إذا منذ الإعلان عن التحرك المغربي لاستعادة الحركة التجارية والمدنية بمعبر القرقرات، توالت مواقف التأييد والتضامن من لدن الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية أيضا. وعلى المستوى الإفريقي يتواصل التعبير عن مواقف التأييد لهذه الخطوة المغربية الرامية لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار واستعادة انسيابية حركة التجارة والمدنيين بين المغرب وموريتانيا. نتابع المزيد في تقرير نوفل الخمليشي. دعم دولي متواصل وتأييد مطلق للقرارات المغربية في الدفاع عن السيادة والوحدة الوطنية. المواقف الداعمة للمغرب في التدابير المتخذة بمعبر القرقرات تصدر هذه المرة من القارة الإفريقية. دول عديدة في القارة الإفريقية تعبر عن دعمها الصريح والواضح لحماية الوحدة الترابية، وترفض الاستفزازات غير المقبولة الصادرة من طرف ميليشيات البوليساريو. جمهورية إفريقيا الوسطى تعبر عن دعمها الصريح للتدابير المغربية. وزارة خارجية جمهورية إفريقيا الوسطى أشادت برد الفعل السلمي والهادف إلى ضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في منطقة القرقرات، معبرة باسم حكومة إفريقيا الوسطى عن دعمها للمغرب المتشبث باتفاق وقف إطلاق النار ولموقفه الثابت في إيجاد تسوية سياسية بما يضمن أمن واستقرار المنطقة. وعلى نفس المنوال بدت لغة التضامن الصادر عن دولة الغابون. الغابون عبرت عن دعمها الصريح لخطوات المغرب لحماية المنطقة العازلة بالقرقرات. وزارة الخارجية الغابونية عبرت عن قلقها العميق إزاء العمليات غير القانونية التي نفذتها ميليشيات البوليساريو في منطقة القرقرات، مؤكدة دعم المغرب من أجل تأمين هذه المنطقة العازلة لضمان التنقل المنتظم للبضائع والأشخاص. وأكدت الخارجية الغابونية أن الأعمال الاستفزازية للبوليساريو تشكل انتهاكا صارخا لاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن، وتعيق بشدة الحركة المدنية والتجارية وتضعف وقف إطلاق النار الموقع. من جانبها أكدت دولة جيبوتي تأييدها التام للإجراءات التي اتخذها المغرب لضمان انسياب حركة السلع والبضائع والأفراد عبر منطقة القرقرات. وأعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجيبوتي عن استنكارها لأي ممارسات من شأنها أن تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي للتجارة بين المغرب وعمقه الإفريقي. وجددت جيبوتي موقفها المبدئي الثابت والداعم لسيادة المغرب وسلامة أراضيه ووحدة ترابه الوطني. موقف إفريقي داعم للمغرب صدر عن اتحاد جزر القمور الذي عبر عن دعمه الكامل. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجزر القمور أن اتحاد جزر القمور يعبر عن دعمه للمغرب في معركته المشروعة، وينوه بالتدخل البطولي للقوات المسلحة الملكية. وأكدت الوزارة باسم رئيس البلاد أنها تتابع باهتمام بالغ الوضع في الصحراء المغربية، حيث واجهت القوات المسلحة الملكية عرقلة حركة الأشخاص المدنيين والبضائع بمعبر القرقرات.
مواقف الدول الإفريقية تؤكد بالملموس متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين المغرب وعمقه الإفريقي، وتبرز حالة العزلة الدولية التي أصبحت تعيشها عصابات البوليساريو. ومنذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي شهدت العلاقات المغربية الإفريقية قفزة نوعية وتعزيزا للتعاون المشترك في مجالات سياسية واقتصادية ودبلوماسية مختلفة. أدانت الحكومة الإسبانية بشكل قاطع أعمال التخريب التي ارتكبها اليوم الأحد بيادقة جبهة البوليساريو أمام القنصلية العامة المغربية في فالنسيا. وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أكدت في بيان أن هؤلاء الأشخاص الذين أصابهم السعار اقتحموا مبنى القنصلية في محاولة لوضع علم الجمهورية الوهمية، ما شكل انتهاكا لحرمة وسلامة وأمن مقر القنصلية. وأكدت الخارجية الإسبانية أنه لا يمكن لأية مظاهرة تنظم في إطار الحق في التجمع أن تتحول إلى أعمال غير قانونية مثل المحاولة التي جرت اليوم، والتي تشكل انتهاكا صارخا للتشريعات والقوانين المعتمدة. وأوضحت الخارجية الإسبانية أن الحكومة تعمل على المزيد من توضيح الحقائق، وستواصل اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل ضمان احترام سلامة وحرمة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى إسبانيا. في المغرب أيضا أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 4966 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3690 حالة شفاء، فيما أعلنت عن 82 حالة وفاة في ظرف 24 ساعة. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه النشرة. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني. مجددا إليك إيمان ومحمد. شكرا لك بسام. إذا نبدأ النشرة بآخر تطورات الأوضاع في منطقة القرقرات. انتقل فريق قناة ميديا ان تيفي إلى المكان الذي تحصنت فيه عصابات قطاع الطرق التابعة لميليشيا البوليساريو من أجل منع الحركة التجارية والمدنية على مستوى القرقرات. في هذه المراسلة يسلط الزميل النعمة ماء العينين الضوء بكاميرا فيصل أبروش يسلط الضوء على آثار ومخلفات هذه العصابات في المنطقة قبل أن تفر إثر التدخل المغربي الحاسم لاستعادة الحركة التجارية والمدنية والطمأنينة في المكان. نتابع مراسلة النعمة ماء العينين، كاميرا فيصل أبروش. نحن نتواجد الآن بالمكان الذي كان يبني فيه شرذمة البوليساريو الخيام قبل أن يقوموا بحرقها والانطلاق إلى وجهاتهم. هنا كما تشاهدون خيمة قاموا بإحراقها بشكل كامل، يعني نشاهد آليات أواني كانوا يستعملونها للطهي وأشياء مثل ذلك. يوجد من النوع الخيام المحروقة أكثر من 10 خيام بهذا المكان، كما تشاهدون أواني إعداد شاي إلى آخره تركوها كما حالها، يعني عند تدخل الأمني السليم للقوات المسلحة الملكية. وكما نشاهد خلفي الآن خيمة أخرى، يعني كما نتابع الآن مجموعة من الخيم بهذا المكان الذي قاموا بإحراقها بشكل كامل قبل انطلاقهم إلى وجهاتهم إثر التدخل الأمني المغربي السلمي، حيث أنه لم يكن تدخلا عنيفا، كان تدخلا سلميا من أجل فك معبر القرقرات في هذه المنطقة المغربية 100%. ونشاهد هنا كذلك خيمة أخرى، يعني قاموا بحرقها قبل انطلاقهم. وكما تشاهدون معي مجموعة من الأواني التي كانوا يستعملونها للطهي وأشياء شبه ذلك. كما تشاهدون الآن هنالك بعض أواني التغذية التي كانوا يستعملونها في هذا المكان، أواني شاي إلى آخره. هم قبل انطلاقهم قاموا بحرق هذا المخيم المتكون من أكثر من 10 خيام أو ما شابه ذلك.
كما تشاهدون يعني هنا في أماكن مختلفة مجموعة من الخيام متفرقة يعني كانوا يقومون بالاستقرار بها من أجل قطع هذا المعبر الحدودي الذي تم تأمين المرور به من خلال القوات المسلحة الملكية بقيادة الملك محمد السادس. يعني هذه الخيام استقروا بها لمدة حوالي 21 يوما في تجاوزات سافرة للقوانين الدولية ولهذه الأرض المغربية 100%. معبر حدودي يعبر المملكة المغربية بموريتانيا أثر بشكل سلبي على يعني الحركة التجارية وانسيابية الحركة ما بين القطب الموريتاني والمملكة المغربية. لكن اليوم كما تشاهدون هنالك شاحنات قادمة من الضفة الموريتانية نحو القرقرات، وكذلك علم مغربي مرفوع في هذه المنطقة العازلة يؤكد على وجود القوات المسلحة الملكية في هذا المكان لتأمين حركة العبور ما بين المملكة المغربية وموريتانيا. ومن الجانب الموريتاني من المعبر نتابع أجواء الوضع بعد التدخل المغربي من أجل استعادة الحركة التجارية والمدنية بين المغرب وموريتانيا. الأجواء ينقلها لنا مراسلنا الشيخان ولد سيدي من آخر نقطة في الحدود الموريتانية المغربية من المعبر. هنا أتواجد في آخر نقطة من الحدود الموريتانية، يتواجد خلفي وحدات من الجيش المغربي. هذه الوحدات كانت قد فكت حصار معبر القرقرات قبل يومين، والآن أصبح المعبر يسير بحركية واضحة، حركية منسابة. الآن تشاهدون السيارات تقوم بإجراءاتها الطبيعية، وتقوم هذه السيارات بالعبور إلى الأراضي الموريتانية، كما تعبر سيارات أخرى من الأراضي الموريتانية باتجاه الأراضي المغربية. لا شك أنكم تعلمون أن هذه السيارات تمون الأسواق في موريتانيا وفي عدد كبير من الدول الإفريقية بالمنتوجات والبضائع القادمة من المملكة المغربية. الآن يمكن القول إن الأزمة في معبر القرقرات قد تم حلها بالكامل، وأن المعبر أصبحت الحركة فيه تسير بانسيابية تامة. نشاهد سائقون مهنيون مغاربة يعبرون إلى الأراضي المغربية، كما نشاهد أيضا سائقون مغاربة يعبرون إلى الأراضي الموريتانية ومن خلالها إلى عدد كبير من الدول الإفريقية التي يمونها هؤلاء السائقون بالمواد الأساسية الضرورية. وقد عبر مهنيو النقل الطرقي الدولي المغاربة والأجانب عن فرحتهم العارمة بعد إعادة فتح المركز الحدودي للقرقرات واستئناف حركة نقل البضائع والأشخاص بين المغرب وموريتانيا. وقد رصدت كاميرا ميديان تي في أجواء الفرح عند كل السائقين بعدما ساهم تدخل القوات المسلحة الملكية يوم الجمعة الماضي في طرد ميليشيات البوليساريو من المنطقة العازلة. عودة إلى موفدي ميديان تي في النعمة ماء العينين وفيصل بروش. التعليق ليونس بركات. على هذا النحو بدأ محيط المعبر الحدودي القرقرات، وهذه بقايا الخيام والإطارات المطاطية التي يضرم فيها الانفصاليون النار قبل تدخل القوات المسلحة الملكية يوم الجمعة الماضي من أجل وضع حد لاستفزازاتهم، فكان خيارهم الوحيد الهرب. وعلى هذا النحو استعادت منطقة القرقرات إيقاعها العادي بعد إقامة حزام أمني بغرض تأمين تدفق السلع والأشخاص. الحمد لله اليوم كان نحتفلوا بالمرور ديالنا بالمعبر. اليوم كان سالم جدا وكانت الطريق سالمة، والحمد لله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وفضل بالقوات المسلحة الملكية وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. أنهى تدخل القوات المسلحة الملكية حالة الفوضى وأعاد البسمة إلى محيا السائقين المهنيين بعد أكثر من 3 أسابيع تحملوا فيها استفزازات الانفصاليين، في وقت نهجت فيه المملكة المغربية سياسة ضبط النفس وغلبت لغة الحوار مع منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي قبل التدخل. كيفاش دوزوا النهار؟ خويا السلام عليكم، احنا خويا فرحانين وكنشكروا جلالة الملك على هذا النصر هذا، والحمد لله بخير وعلى خير، وحنا راه فرحانين بهذا النصر هذا وعايشه الملك،
عايش الملك. والحمد لله من بعد تلقينا الخبر في نواكشوط، من تما فرحنا مع خوتنا الموريتانيين تما وجاو فرحوا معنا، قول لكم على سلامتكم، وجينا هنايا وكملنا الفرحه ديالنا، حيت كانت هذه المنطقه كانت كحله، كانت اين فوا كتدخل هنا اول حاجه قلبك كيتازم، علاش؟ حيت كان الكريساج وكان شله ديال الحوايج، كان اعتداء، وكتمشي تشكي كاع ولا ما كاينش اللي ينصفك، ولكن الحمد لله دابا كل الامور ولات زينه. بإقامة حاجز أمني يكون معبر القرقرات قد استرجع إيقاعه الطبيعي، كما تمكنت المملكة المغربية من فرض سيادتها على أراضيها وفق احترام للشرعية الدولية. أما السائقون فمن حقهم أن يتغنوا بعمل القوات المسلحة الملكية وأن يسعدوا بعملهم في أمن وسلام. إذن استعادت المنطقة العازلة للقرقرات هدوءها المعتاد، وعلى غرار الأمس بدا الوضع اليوم أيضا هادئا للغاية في هذه المنطقة العازلة البالغ طولها 3.8 كيلومتر، والتي تفصل بين الحدود المغربية والموريتانية، وذلك بفضل الحزام الأمني الذي أقامته القوات المسلحة الملكية لمنع